مش عايز تبقى معايا وشايف غيري في حاجات احسن وحطتني دايما في وضع مقارنة، امشي. انتي شايفة ان انا صاحبة مش كويسة وفي غيري صاحبة بتقدم اكتر، روحي لها. اهلي شايفين ان انا مش كويسة او بمعنى اصح فلانة وفلانة بتعاملنا احسن، خليكوا معاهم. مبدأ لازم ياخدوه كل الناس اللي نفسهم اتقطع من التبرير، اتقطع من الدفاع، ان احنا دايما محطوطين في وضع اننا بندافع عن نفسنا. لا، اللي بيحبنا هيفهمنا كويس، اللي بيحبنا هيفهمنا زي ما احنا، اللي بيحبنا مش هيشوف حد تاني احسن مننا حتى لو في احسن مننا، لان احنا مش ما انزلناش من السماء، بس احنا محتاجين اللي يتقبلنا زي ما احنا. كفاية تبرير، كفاية مدافعة، كفاية احساس بالوجع والخنقة والكسرة ان احنا مش عارفين نحافظ على الحاجة اللي في ايدينا. الحاجة اللي في ايدينا دي اصلا لو كانت ماسكة فينا ما كانتش راحت، اذا كان احنا اصحاب الحاجة وماسكين فيها، هما اللي عايزين يروحوا. بس في حاجة واحدة لازم نعرفها، لما يجوا يروحوا ما يرجعوش يلاقونا زي ما احنا. ليه بقى؟ لانه خليكوا واثقين ومتأكدين طول ما انتوا تعملوا حاجات كويسة وطول ما انتوا تعملوا كل حاجة من قلبكم، تأكدوا وثقوا 1,000,000% ان اللي كان معاكم هيندم عليكم. طولنا قصرنا هيندم. هو بياخد وقته بس بتبقى حلاوة روح، واللي احنا مش عارفين نوصل لهم احنا ايه من غيرهم هيوصل لهم لغاية عندهم بإرادة ربنا. ما تمسكوش في حد مش ماسك فيكم، ما تمسكوش في حد بيجبركم ان انتوا تفضلوا طول الوقت تدافعوا عن نفسكم. كفاية. ما هو احنا لما نعمل كده الباقي هيبطل بجحته، وقليل الاصل هيرجع لاصله ويعرف قيمة اللي قدامه كويس.